البيئة بدأت تفرض علينا حاجات، والزمن بدأ يفرض علينا حاجات، يعني حاجات بقينا احنا بنعملها غصب عننا. يعني دلوقتي تلاقي مثلا شاب ما بيكلمش بنت، تبدأ انت تقول عليه ان الشاب ده شاب خام، شاب طيب، وتبدأ تقول عليه كلام كتير جدا، مع ان الشاب ده احسن منك. حالته النفسية ما بتتعبش زيك انت حالتك النفسية كل يوم عمالة تتغير بسبب البنت اللي انت معاها. تلاقيه عم بيوفر فلوس اكتر منك، تلاقيه في الدين ملتزم اكتر منك، ومن رغم ده كله انت بدأت ترمي عيوب وتخلق اخطاء للانسان الكويس، وانت اصلا الانسان الغلط. مش قصدي ان انا اغلط فيك، بس انا عايز افهمك على حاجة. شخصية الراجل بمعنى صح شخصية قد المسؤولية بجميع أنواعها المختلفة. يعني راجل لما يجي نفسه تروح لحاجة بيبقى هو اللي بيجيبها على حساب نفسه، بيبقى شايل هم وهم نفسه، ما بيتكلش على حد وما بيسندش على حد غير ربنا سبحانه وتعالى. دي أول حاجة. تاني حاجة، الراجل ما بيخشش يكلم بنت ولا بيخش علاقات عاطفية إلا لما يجي يبص على نفسه ويسأل نفسه شوية أسئلة. من ضمن الأسئلة دي قبل ما أنا أخش أكلم البنت دي، هل أنا جيبي مليان؟ افرض أنا كلمت البنت دي والبنت دي عجبتني، هل أنا لما هي تعجبني وأنا أحبها، هل أنا جيبي مليان أقدر إن أنا أتجوزها؟ أقدر إن أنا أخش البيت من بابه وأطلب إيديها من أبوها؟ هل أنا وأنا وكذا؟ ويبدأ يسأل لنفسه أسئلة، ولما يلاقي أجوبة للأسئلة دي يبدأ ياخد الخطوة، ويبدأ إن هو يحب البنت دي ويخش في علاقة عاطفية بما يرضي الله في الحلال. ده قبل كل شيء. ده من حيث العلاقات العاطفية. الراجل لما يجي يحلم بيحلم، ولو الحلم أكبر مني أو الحلم يعني كبير ومش هيقدر يحققه، فبيبدأ يعني يقول أنا كده كده ربنا خلقني راجل، فأنا كده كده في حياتي هعيش في تعب، هتعب في حياتي على الحاجة ان انا بحبها احسن من ان انا اعيش في تعب على حاجة انا ما بحبهاش. فلازم ان انا اكون قد حلمي، ولازم ان انا احقق حلمي، ولازم ان انا طموحي احققها، واهدافي اللي انا لازم أن اسعى عليها. وتلاقي ان الراجل كل يوم عمال يسعى، من رغم ان هو مفيش نتائج عمالة تظهر له، بس من رغم ده كله عمال يسعى. ليه؟ علشان هو الراجل. ليه؟ علشان هو ما بيتهدش. ليه؟ علشان هو راجل. مش الدنيا اللي تفرض عليه وتقول له اشتغل كذا، لا، انا راجل، انا اللي اقول اشتغل كذا وما اشتغلش كذا. مش الدنيا اللي هتفرض عليا، مش الظروف ولا الزمن يفرضوا عليه، هو الراجل هو اللي بيفرض، مش الدنيا ولا الزمن ولا الظروف. الراجل ما بلاقيش اعذار لنفسه، يعني لو لقى الظروف ضيقة عليه يقدر يخلق لنفسه طريق يعدي من الاعذار دي. الظروف، الاعذار، حالته الصحيه، حالته النفسيه، حالته كذا، ما بيهداش ما بيهمتش لحد ما بيوصل للي هو عاوزه. ليه؟ علشان راجل. ليه؟ علشان ده راجل، يعني راجل ما بيتهدش ولا هيتهد لحد ما يحقق اللي موجود في دماغه. هي دي شخصية الراجل. وطول ما انت ربنا خلقك راجل، فبمعنى صح اي حاجة تحلم بيها انت قادر بانك انت تحققها، بس بسبب انت ممكن تقول انا مش قادر احقق حلمي. بس ده كله ليه؟ عارف ليه؟ علشان انت بدأت تحط نفسك في حاجات انت يعني مش عارف تطلع منها. داخل في علاقات عاطفية انت مش ضامن ان في الاخر انت هتكسب ولا تخسر. انت بدأت بدأت يعني تحط نفسك في مع ناس بتنزلك لتحت. بدأت تحط نفسك في بيئة بتنزلك لتحت. بدأت بانك انت ما تطورش من نفسك، بتقول انا عاوز وعاوز وعاوز وانت مرمي على السرير. لازم أن تتحرك. مش هتلاقي نتائج في البداية، هتلاقي من كتر السعي عمال تتعب ومفيش نتائج. بس ايه يعني، لما تيجي توصل هتلاقي ان التعب اللي انت تعبته والمرمطة اللي انت شفتها في البداية كانت تستحق بانك انت وصلت. والراجل اللي ما بيتهدش وما بيقفش. وطول ما انت ربنا خلقك راجل فانت لازم تكمل في اللي انت بتحلم بيه. والفيديو ده مش لأي حد، للراجل فعلا اللي عنده احلام وعنده طموح وقادر ان هو يستغنى عن اي حاجة في الدنيا مقابل يحقق اللي في مراده، اللي هو يكون باذن الله حلال في 100%. وعايزك قبل كل شيء انك انت تتوكل على ربنا وتطلب من ربنا ان هو يعينك